أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: مصر 10 أشخاص في انقلاب قارب للهجرة السرية بسواحل الناظور. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط مساء يوم الثلاثاء الماضي أثناء محاولة للهجرة غير النظامية. وأوضحت السلطات المحلية اليوم الأربعاء أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قريبا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من منطقة شاراناب محفوظ جامعة بني شكر، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع لعلو أمواج البحر. وحسب المصدر ذاته، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 10 جثث، فيما تستمر الأبحاث حاليا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين. وأشار إلى أنه تم فتح بحث من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.